أحب حضراتكم تشاركوني في أول نقطة، المخاطرة. ما معنى كلمة الخطر من الناحية المالية؟ يعني حضرتك صاحب بيزنس، عندك الأنشطة أو الشركة مقسمة إلى، أو الهيكل الإداري مقسم إلى أكثر من إدارة. عندك نوع من أو هنخليها إدارة العمليات المالية، وعندك من أنواع الإدارات إدارة المخاطر. فعايز أعرف الخطر هنا معناه إيه، وبناء عليه هنعرف إزاي، أو بناء على إيه الشركة بتكون إدارة اسمها إدارة المخاطر. يعني إيه خطر من الناحية المالية أو من الناحية العامة؟ مش مشكلة. يعني مين؟ طالما في خطر يبقى في خسائر، في حاجة بتهدد الشركة. جميل. النتيجة النهائية الخطر بيساوي خسائر. ماشي يا أستاذ أحمد عصام. حضرتك قلت بيؤدي. جميل. أنا عايز أعرف معناه بقى، يعني الخطر هنا معناه إيه؟ هو الخطر ده في أولا. مشاكل في الشركة، من مثلا ممكن مش شرط يكون ماديا، ممكن يكون من الموظفين اللي موجودين مثلا مش بيشتغلوا، أو فبيؤدي مثلا إلى مشاكل في الشغل. جميل أوي. تمام. طب من وجهة نظركم ليه الشركة بتبني أو بتكون إدارة اسمها إدارة المخاطر؟ عشان تبقى في حلول للمشاكل دي، أو تلحق تحلها عشان ما توديش لخسائر. طب ما الوقاية أحلى، صح؟ مش الوقاية خير من العلاج برضه؟ تمام، اه. يعني الوقاية أفضل ولا ننتظر حدوث المشكلة ثم حلها؟ لا، الوقاية طبعا. جميل. يبقى خلينا إيه، نوسع النظر شوية. يبقى هنا أنا ببني إدارة المخاطر مش عشان تستنى الخطر لما يحصل وتحلها، ده أنا عايزها إيه، صح كده؟ تمنع الخطر قبل إيه؟ حدوثه.